مرحبا وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد للحوتة الليبية. فيديونا اليوم حيكون بوك ريفيو عن كتاب طعامنا، أحد أهم وأشهر الكتب المختصة في المطبخ الليبي، وهو من إعداد الأستاذة حميدة البراني. كتاب طعامنا هو جزء من سلسلة كتب أصدرت تحت اسم الكتاب في كل بيت في سنة 1975، وكان صاحب فكرة هالسلسلة هو الأستاذ رشاد الهوني. أشرف على طباعة وتنسيق السلسلة في بيروت الكاتب الليبي الصادق النيهوم، واللي حنحكي لكم عليه حاجة في آخر الفيديو. كتاب يعني فيه أهم الأكلات المطبخ الليبي، مقاديره صحيحة عن تجربة. أنا وين ما نسافر وهو طعامنا معايا، يعني ما نستغناش عنه بكل. في نظري هو توثيق للتاريخ الليبي، يعني لما زي ما قلت إنه هو كتاب السلسلة هذه أصدرت في 1975 ومكتوب عليه في هذاك الوقت إنه هو توثيق للأكل الليبي في آخر 50 سنة، يعني بادي يوثق من 1925، إحنا في 2015. يعني الكتاب هذا قاعد يحكي على أكل انعرف ووجد في ليبيا من 90 سنة. زي ما تشوفوا هنا الفهرس مبدئيا كتقسيم هو مقسم الوجبات الرئيسية، بعدين يجينا وجبات جانبية، وبعدها السلطات، وبعدها الحلويات. لكن مع الأسف مش مقسمينها في الفهرس ومرتبينها بدقة. لكن على العموم هنا يجي عندنا الوجبات الكسكسو بجميع الطرق اللي يعد به، يجي عندنا الرز، بعدين عندنا مثلا البراك، البطاطا المبطنة، ويبدأ الحلويات من الزميتة والروينة والسحلب. الروينة والسحلب بدنا مشروبات طبعا، وبعدين يجي بقية الحلويات اللي هو المقروز، الغريبة، العصيدة، المسمنة، البسبوسة والدبلة والمحلبية. ممكن محتاجة شوية تعديل وترتيب أكثر، لكن على العموم هذه كل الوجبات الليبية اللي غطيها كتاب طعام. الملفت في كتاب طعامنا هو مش إنه مجرد كتاب وخلاص، إنما هو مشاركة وتعاون بين ناس مهمة، وكان لها دور يعني وأثر كبير جدا في الثقافة الليبية. وزيادة عليه إن بالنسبة للوجبات، وهي أن الأستاذة حميدة البراني كانت تمشي لأسر ليبية، وكل أسرة سيدة هي اللي سيدة البيت، يعني هي اللي تعدلها الوجبة. فحتى لو تلاحظوا من الصور اللي توا قاعدة نقلب فيه إنه ما فيش زي ما تقولوا أدوات المطبخ، لأني مش نفس بعضهن، لأنه مش طباخ مختص عندهن، هنا زيارة كانت تقدر تقولوا لكل بيت. فالنزيكا إن تحس كتاب طعامنا هو مشاركة جماعية، لناس حبوا يورونا كيف يجهزوا في أكلهم اللي يعد يعني، أو يوضح لنا نمط حياتهم في هذيك الفترة وذوقهم العام وهم شنو يحبوا. يا ريت لو في أي شخص قاعد يشاهد في الفيديو يعرف إن والدته جدته قريبته شاركت في إعداد إحدى الوجبات، تحكوا لنا أكتر عليه، كيف كان يعني شنو شعوركم لما صدر كتاب وأنتوا شاركتوا في وجبة فيه، أو تحكوا لنا على موقف طريف صار يعني أثناء المشاركة أو أثناء تجهيز الوجبة. يا ريت تكتبوها لنا تحت في خانة التعليقات. كتاب تعامنا يعتبر هدية قيمة، حلو إنك تهديه لشخص مغترب أو شخص حابب يعرف أو يتعلم الأكل الليبي. برضو حتى العرايس يعني نزيكة أنه يكون من ضمن جهازك كتاب زي هذا. حلو إنك لما تكوني مكتبة خاصة بيكي في حوشك، يعطي انطباع إنك مهتمة بالقراءة ومثقفة، ويعطي عليك صورة جميلة كامرأة متعلمة وواعية. وزي ما قلت لكم في البداية، حنخبركم في نهاية الفيديو على حاجة بخصوص الصادق النيهوم الله يرحمه، وهو أنه لما كان يشرف على إصدار المجموعة اللي هي علمنا، وطننا، صحراؤنا، أطفالنا، وطعامنا، اللي هي كانت من ضمن سلسلة الكتاب في كل بيت، كان متواجد في بيروت ما بين 74 إلى 75. وزار في هذيك الفترة الأستاذ فتحي العريبي،
الله يرحمه، يُعتبر من أشهر المصورين الليبيين اللي وثّق فترات وحقب كثيرة من التاريخ الليبي بعد هسه. ولمّا الأستاذ فتحي العريبي زار صادق النيهوم في إبريل 75، صوّر بكاميرته، كانت هذاك الوقت الكاميرا صامتة اللي يقولوا لها حجم أفلام سوبر 8 ملي، صوّر فيلم سماه من الروشة إلى هنا. طبعًا الاسم هذا مستوحى من أحد كتب الأستاذ صادق النيهوم، والفيلم هذا قصير، حنحط لكم الرابط حتلقوه تحت الفيديو. وصوّر فيلم قصير، صوّر هيك هو في الشقة يتحرك وهو مقمعز على البلكوني أثناء ما كان يعد في سلسلة الكتب هذينا، وبالتالي يُعتبر كتاب تعامُنا عمل فريد ومتميز، والأستاذة حميدة أبدعت فيه. ونتمنى من الأستاذة حميدة زي ما أعدت كتاب تعامُنا في ال75 إنها تُعد كتاب آخر أو الجزء الثاني من تعامُنا اللي يحكي عليه ما بعد ال75، شنو تغير في المطبخ الليبي، شنو خشن عليه من وصفات وأكلات أخرى وأصبحت من ضمن أكلنا اليومي. وشاركوا الفيديو لأي شخص تحبوا تعرفوه بالمطبخ الليبي عن طريق كتاب قيّم، كتاب مهم يُعتبر، واللي المفروض يعني يكون موجود في كل مكتبة في كل بيت. حقيقةً ننصح به الجميع إنك تشتريه كهدية لصديقة، أو إنك لشخص مسافر تدزوه له بدل ما يبقى يكلم ويسأل كل شوية شو نحط شو ندير، إنما لما يكون معاه كتاب تعاونة حيتريح. أعزائي، وهذا كان فيديونا لليوم. ما تنسوش لايك للفيديو واشتركوا في القناة اللي هو في المربع أو المستطيل الأحمر اللي قاعد صغير المكتوب عليه سبسكرايب. مجرد ما تضغطوا عليه حتشتركوا في القناة وحتوصلكم مسجات كل ما ننزل فيديو جديد. شكرا للمتابعة، ونتلاقوا في فيديو جديد، والسلامات.